ده مفتاح تويوتا. تمام. عاوزين ننسخه هنا على المكنه. تمام، مفيش مشاكل. المكنه تقدر تعمله ازاي؟ تمام. الباشمهندس بالنسبه للتوريد برضه لو حد اتفضل يا هندسه. قطعت كلامك. لو حد مثلا حب يشتري الجهاز، كل الاجهزه موجود ان هو يشتري من اقل حاجه لاعلى حاجه. المفتاح طبعا المكنه دي ممكن تشتغل برضه اي مفاتيح سيارات حتى النقل يعني. كل العربيات. تمام. هو المفتاح اللي النهارده اللي معانا اللي هو التويوتا كرولا، فاحنا هنختار تويوتا كرولا. طبعا هنشرح كل حاجه في الكورس ازاي اصلا تستخدم المكن دوت جميل بالتفصيل. تمام. فطبعا هنا هيبدا يشوف شكل الخلطه زي ما حضرتك شايف كده ان هنا ده كده ده دليل وده كده الكاتنج نفسها القطر. تمام. هو هنا احسن حاجه في المكنه ديت ان هي ممكن تعيد هي ورايا، هي لو حصل لا قدر الله خطا انا ربطت المفتاح غلط هي نفسها بتعمل تشيك عليا انا بحيث ان شاء الله المفتاح اللي انا حاطه ما يكونش فيه اي نسبه خطا يعني. فهنبدا نعيد ونفك المفتاح ونركبه تاني. ممكن عشان الغطا ده ولا مش شرط؟ لا الغطا ده عشان الرايش، يعني هو لما بتخرج بتعمل رايش كتير. ده اخر خطوه يعني. يفضل قبل ما احنا بنستخدمها نكون نضفنا كويس من الرايش. كده مثلا نشوف دليل. عايز تنضف. تمام. ممكن يعني كده احنا موضوع بس عشان الرايش الموجود ده هو اللي عامل هي لو قلت لهم ما في رايش او ايرور معايا مش هنقدر نربط. للاسف الفرش ما جبناهاش. ايوه قدام شويه كمان. لا قدام شويه. كده مظبوطه يا ريت. نفس الفكره بتاعت الفريزر. بس دي بقى CNC اوتوماتيك، يعني على طول انت مش بتدخل فيها. فهو حتى لو انت ما عندكش خبره زي ما انتم شايفين هي دلوقتي كده بتبدا اهي تقيس المقاسات بتاعت السنون بحيث انها تطلعها بدقه عاليه جدا. طبعا حتى لو قول كيلوست تقدر تعملها برضه، يعني لو انا ما ماشي بتاعها اصلا ببدا ادخل البيانات اللي هي بتاعت زي ما انتم شايفين هي دلوقتي كده قدرت تقرا السنون اهي. تمام. زي ما هو موجود بالظبط نفس السنون اللي في المفتاح دي المكنه قدرت تطلعها بحيث ان هي تقدر تقرا السنون بدقه عاليه جدا. فبالتالي ان شاء الله ما يكونش في نسبه خطا. طبعا نسبه الخطا بتبقى يعني بالظبط شبه يعني معدومه يعني. بالظبط. غير بقى الحاجات اليدويه بيبقى معتمده اكتر على الاحترافيه في الصنعه الحرفه بتاعه الصنايعي نفسه، هو بياخد الشرشر بتاع السن بتاع مظبوط.